فيلمنا اليوم كيبدا مع هاد العائله ديال الذئاب اللي كتكون كتمشى في الغابه وكيخرجوا ليهم هاد الصياده كيتخباو منهم، وفي نفس الوقت غادي نتعرفوا على فيكتوريا اللي عندها 8 سنين. يلاه ماتت ماماها وغادا مع باباها ستيفن للدار جديده، ومن نهار ماتت ماماها ما هضرات كلمه وحده، وباش يفوج عليها داها لهاد البلاصه اللي عزيزه عليها هي وماماها، وكيكونوا بجوج بيهم موحشينها. وملي كانوا راجعين باش يركبوا في الطوموبيل تلفوا وهما يشوفوا هاد الدار، ومشاو عند السيد اللي ساكن تما باش يوريهم الطريق. شويه فيكتوريا تشوف هاد الكليب الصغير وعطاه ليها مول الدار، ولكن ماماه بقات حاضيه معاه. وملي وصلت للدار بقات كتلعب معاه، ولكن ديما حاضيه من باباها لا يشوفو وكتخبيه. وملي كانت غاديه للمدرسه خبعته في الخزانه وخرجت وبدات كتهضر مع باباها اللي استغرب من الامر وتفاجئ حيت فيكتوريا مش شحال هادي ما هضرات. الكليب اللي سميتو ميستر خرج من الخزانه وبدا كيلعب بالالعاب ديال فيكتوريا ودار روينه. وملي كترجع من المدرسه كتمشي كتجري باش تلعب معاه. شويه وهو يدخل باباها وشافو وقال ليها منين جبتيه، وكتعاود ليه القصه. بغا يجري عليه، ولكن ملي شاف بنته كدوي معاه وفرحانه ومتعلقه به لهاد الدرجه وتبدلت وما بقاش كتبكي غير على ماماها، خلاه. وكدوز ايام وكدوز شهور وكيكبر ميستر وكيكون ولا في فيكتوريا وباباها، وكتصورو وكتوريه لصحاباتها في المدرسه. باباها هو جايبها من المدرسه كيلقى واحد مظاهره في الطريق ديال الناس اللي ساكنين تما، بغاو يقتلوا كاع الدياب اللي كاينين تما حيت خايفين على الغنم ديالهم. ومن بعد كيتلاقى مع واحد الدكتوره بيطريه وكتقول ليه رد بالك، هذا راه ماشي كلب، راه ديب. ولكن ما تاقش بها وكيمشي. وملي كتكون معاه فيكتوريا كتستغرب من هاد الحركه اللي كيدير وكاع ما كينبح بحال الكلاب. كتسمعوا ماما وما كتقدرش تقرب له اكثر من هكا، وهما غاديين في الغابه وكيشوفوا واحد ديب وكتخاف منه فيكتوريا. كيكون ميستر اول مره كيشوف مو، ولكن كتمشي وكتخليه. كيديو ميستر عند الطبيب وكتقول لهم باللي راه ديب ماشي كلب وما خاصوش يبقى معكم، ماشي حيت خطير ولكن الناس ديال المدينه غادي يقتلوه. وكتقلق فيكتوريا من هاد الخبر، كتقول له الطبيبه ضروري خاصكم تصيفطوه باش يعيش في المحميه، وغنخليه معاك غير هاد الليله ورجعوا ليا لغدا. ولكن ما بغاش وخبعوه على الناس ودار ليه بلاصه فين يعيش. واحد نهار واحد الديب هجم على الغنم ديال واحد السيد. مشى ديك السيد عند ستيفن وقال ليه واش عندك شي حيوان او كلب، قال ليه ما عنديش، ولكن السيد ما تاقش به ومشى للدار واستغل الفرصه حيت ستيف ما كاينش، ولقى ميستر بلغ الشرطه والطبيبه بهذا الشيء وجاو داوه. وفيكتوريا مسكينه بقى فيها الحال حيت عزيز عليها وغتفارق معاه. بالحق الناس ديال المدينه ما كيكونوش كلهم ضد هاد الفكره باش يقتلوا الدياب، كاينين ناس اللي ما عندهمش مشكله الا عاشوا معاهم الدياب. منين كتكون فيكتوريا غاديه للمدرسه كتسمع واحد الصوت، خرجات وهي تلقاه ميستر هو اللي جا عندها، كتعنقو وكتلعب معاه في الجبل. وفي نفس الوقت الطبيبه كتخبر بابات فيكتوريا باللي ميستر هرب من المحميه، وغيكون ميستر غيكون جا عندهم ولا مشى عند البنيته ديالو. وحتى الاستاذ ديالها عيط له وقال له باللي راها ما جاتش للمدرسه. كيطلع للجبل يقلب على بنته، وهنا كيشوف ميستر اللي كيوصلوا لهاد البلاصه فين غادي يلقى بنته، ولقاها ميته بالبرد وكيهزها وداها لاقرب دار ديال هاد السيد اللي سميتو برونو. تهلا فيها ولا غد ليه كتقول لباباها باللي اكيد ميستر غادي يرجع يشوفني. وفعلا جا كيجري، ولكن كيكون واحد الصياد حاضيه باش يتيري فيه، وكيتيري فيه مسكين وكيضربوا ستيفن. وفيكتوريا كتكون كتبكي عليه. وجات الطبيبه قالت ليهم ضروري نديوه عند برونو، راه عنده كاع الادوات باش تنقذوه. ستيفن مع كيكون جراح كيخرج ليه ديك الرصاصه وكيولي بخير. وكتشكر فيكتوريا باباها على داكشي اللي دار مع ميستر، والطبيبه كتجيب ليهم تصريح باش يقدر يعيش بالجهه الثانيه ديال المدينه حيت ما عندهمش مشكله مع الدياب. فيكتوريا كتعنق ميستر وكتقول له باللي غادي توحشوا كتطلقوا يمشي عند عائلته اللي ما شافهمش من شحال هادي. وهنا سالا الفيلم ديالنا. الى عجبكم دير لايك وشارك معايا في القناه ودعمني باش نعطيكم الجديد.